إذا كنت أنت بدأت تتحكم في طريقة ملبسي أنا اللي بدأت. لما ده رب العالمين اللي قال. ما هو أنا مالي؟ رب العالمين تركها لي حرية شخصية. مين قال لك بقى؟ هات لي بقى، ما هي دي بقى النقطة. إنه إذا ما زعمت لي أن الله ترك لي حرية شخصية، قول لي فين؟ إنما ده شيء ما حدش قاله إلا الناس اللي ما لهمش علاقة بالعلم الشرعي. لا إكراه في الدين. في العقيدة يعني ما تخليهوش يسلم بالعافية. هل الدين يعني هل لما ربنا بيذكر الدين في القرآن يذكر الدين مرادفا للعقيدة نعم فقط؟ بالظبط. عندما يقول أكملت لكم دينكم فيتحدث عن العقيدة فقط؟ نعم. ليه بقى؟ لأنه هنا عاملة زي لا إكراه في دخول الكلية الحربية. لا إكراه، اللي عايز يدخل يدخل، مش عايز يدخل ما يدخلش. إنما إذا دخلت الكلية الحربية لازم تلبس لبس الكلية الحربية، ولازم تروح في مواعيد الكلية الحربية وتتمرن، ولازم تسمع كلام الرئيس القائد. أنا كده مشكلة، أنا هقول للواحدة اللي هي غير محجبة لو أنت عايزة تفلتي من ده فتغيير العقيدة مثلا. بالظبط كده، برافو عليك. إذا كنت مسلمة فأنت الصعوبة إيه؟ ما هو ده الإسلام، هو عايز تبقى مسلمة يعني وما تسمعش كلام ربنا. ما هو يقولوا بس يا أستاذ أحمد، يعني يقول، تعرف هم لو شرفاء، أنا كل اللي طالبه منهم أن يكون شريك.